Halil İbrahim'e koy. Müze sıçrasın. مسلسل حب بلا حدود. الحلقة 46. تتصاعد التوترات بين الشخصيات الرئيسية، حيث يدخل خليل إبراهيم في صراع قوي مع خصومه. بعد أن وقع أنور في قبضة خليل، يبدأ هذا الأخير بفرض شروطه على إسكندر وشرف، مما يجعل الأمور تشتعل بين الجميع. الأحداث تتصاعد بشكل درامي مثير بين الصراعات، المشاعر المشتعلة، والخطط المعقدة التي تترابط بين الشخصيات الرئيسية. لقاء زينب وخليل إبراهيم. الحلقة تبدأ بمشهد مؤثر يجمع بين زينب وخليل إبراهيم بعد اشتياق طويل. الحوار بينهما يبرز مشاعر الحب والحنين، حيث يظهر خليل رغبته الواضحة في حماية زينب بأي ثمن. زينب من جهتها تشعر بالأمان بعد محاولات كثيرة للهرب من كهان. اللقاء يعيد الأمل لكل منهما، خاصة مع التحديات التي تواجههما. خليل يفرض شروطه. مع وقوع أنور في يد خليل إبراهيم، يكتسب الأخير ورقة ضغط قوية ضد كل من إسكندر وشرف. خليل يكتشف أسراراً كبيرة عن أنور، ما يدفعه لاستغلالها لتصفية الحسابات. أول شروطه كانت تحرير زينب من قبضة كهان. قراره الجريء يدفع الأحداث نحو مسار غير متوقع، ويؤسس لمواجهة مباشرة بين الأطراف المتنازعة. جنون إسكندر وشرف. إسكندر وشرف بعد إدراكهما أن خليل أصبح أقرب إلى كشف كل أوراقهما، يبدأان في التصرف بعنف واندفاع. أولى خطواتهما كانت محاولة التخلص من كل شخص يدعم خليل إبراهيم، والبداية كانت مع نسيم. مشهد محوري يكشف عن تسريب صور جنازة في منزل إسكندر، حيث يتضح لاحقاً أن نسيم هو الشخص المصاب. دام وانكسار مبادئها. شخصية دام تمر بمنعطف حاد، حيث تظهر في هذه الحلقة وقد تخلت عن كل مبادئها من أجل فكرة انتقامية. تحركاتها تحمل رغبة في استعادة السيطرة على حياتها، لكنها تنكسر داخلياً بسبب خيانة من كانت تعتقد أنهم جزء من حمايتها. أسماء ودورها الغامض. أسماء تبدأ في ملاحظة تقرب خليل إبراهيم منها بشكل غريب. تساؤلاتها تتزايد مع تصاعد الأحداث، خاصة بعد أن أصبحت طرفاً مهماً في دائرة الصراع. الحلقة 46 يلمح إلى تصاعد الخلافات بين إسكندر وشرف وخليل إبراهيم، حيث ستكون المواجهة بين الأطراف الثلاثة مسألة وقت، كما يشير إلى احتمال وقوع أحداث مأساوية جديدة، مع تلميح بحدوث انفجار أو مواجهة مسلحة. زينب قد تجد نفسها في موقف خطير آخر، مما سيضع خليل في اختبار جديد لحمايتها.